والله العظيم هتجيبوا لنا الضغط والسكر وهنموت بسكتة قلبية بسبب اللي بتعملوه. ليه المرمطة يعني؟ وليه لما بنجيب هدف ما بنزودش عليه أهداف وما بنحافظش عليه أصلا؟ إيه السر في كده؟ الأهلي يفوز على فاركو بقيادة إيهاب جلال اللي كان ناوي للأهلي النهارده في أول مباراة ليه مع فاركو، لكن الأهلي قدر يفوز بهدف في الثواني الأخيرة. من أول مباراة والأهلي مسيطر سيطرة كاملة على كل أنحاء الملعب لحد ما أحرز نجم المباراة أحمد عبد القادر الهدف الأول من أسيست ولا أروع لملك الحلول معلول اللي تقريبا هو اللي كان بيلعب لوحده. ما يمرش كتير ويتعادل لفاركو أحمد شريف من خطأ ساذج جدا من دفاعات الأهلي الشبه ميتة في عدم وجود محمد عبد المنعم. علامة استفهام كبيرة جدا على ياسر إبراهيم، لكن المسؤول الأول والأخير عن الهدف هو الشناوي. قلنا الشناوي لازم يريح في شوبير وفيه لطفي، دول تقريبا ما شفناهمش من سنة في الملعب. الشناوي كل مباراة بخطأ قاتل ومستواه في النازل، بقى هو نقطة الضعف الأساسية في النادي الأهلي كله. الشناوي لما مش هيريح دلوقتي وهو مستواه نازل، امال هيريح امتى وهيدي لغيره فرصة امتى؟ بعدين انتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1 وبدأ الشوط الثاني بضغط من النادي الأهلي اللي أحرز برونو سافيو هدف، لكن اتلغى بداعي التسلل بعد مجهود رائع من كريم فؤاد. وقلنا خلاص المباراة شبه انتهت لحد آخر دقيقة 96 في آخر لعبة شريف يجيب الجول القاتل بعد ما دخل بديل بعد كورة حلوة جدا من الشحات لبرونو لشريف. نجوم المباراة من وجهة نظري أولا الجمهور اللي وصل رسائل كتيرة جدا جدا وما بطلش تشجيع طول المباراة، ومن ضمن اللعيبة اللي وصل لهم رسالتهم مجدي قفشه بسبب واقعته الأخيرة. وفضلوا يضغطوا على اللعيبه ويشجعوهم بكل قوتهم لحد ما جه هدف الفوز. ثانيا احمد عبد القادر اللي عمل مجهود رائع في الشوط الاول. ثالثا علي معلول اللي بيلعب بروح فريق كامل وتقريبا كان هو اللي شايل الفرقه لوحده النهارده. كل الحب وكل الدعم المعلول، مش عارفين بعده هنعمل ايه، بعده هنعاني حرفيا. كولر طلع بعد المباراه وقال على حاجات كنا كلنا بنسال عنها، ليه اللعيبه بتتغير مراكزها، ليه اللعيبه ما بتشاركش، لكن هو قال ان هو بيبدل مراكز اللعيبه وبيحافظ على اللعيبه عشان الاجهاد وضغط المباريات اللي جايه، وانه كمان كان بيجرب ثنائيه جديده بين قفشه وبرونو سافيو. لكن برضه في اسئله برضه، ليه اكرم يقعد بره ومحمد هاني ينزل؟ ليه الشناوي ما يريحش؟ ليه برونو سافيو يلعب 90 دقيقه واحنا عارفين ان هو بيتعب بسرعه؟ ليه ما تبداش بحمدي فتحي وكنا شايفين ديانج عامل ازاي النهارده؟ عموما يناير مش فاضل عليه كتير، نتمنى تصفيه كل ما هو بلا روح في النادي ونعمل صفقات تسند الفريق بجد عشان ما نرجعش نندم، خصوصا ان احنا داخلين على كاس عالم انديه وداخلين على بطولات تانية وداخلين على دور المجموعات في دوري الابطال وبدايه الدور التاني من الدوري. يا رب الكل يراجع حساباته بقى ويفوق.